الخوت السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ جمعة مباركة. المهم الخوت هنايا جيت لقيتوني غنوجد معكم الكسكسو، وبديت معكم من البداية ديالو. اول حاجة، المهم هذا الفيديو هذا 100% بيوصلكم حتى الغدا. انا عملت كسكسو اليوم، يعني اليوم الجمعة عملته للفطور، ولكن 100% باش يوصلكم حتى الغدا، لان عندي الريزو شوية ضعيف هذا النهار. المهم انا اللي عليا باش نصورو نمونطيه ونلوحو ليكم، وانتم فوقتاش ما وصلكم حتى الا وصلكم حتى الغدا ماشي مشكل. المهم راه تصور الجمعة الثانية د رمضان. المهم اخوتي هنايا كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم الكسكسو ديالي او الطعام كما نقولوا حنا جباله، نقولوا الطعام. هنا عامله كيلو د الطعام، خليت منه شي حاجه. انا دائما البكيه كنخلي منها هكا زلافه حسن ما يضيع شي اللي بيبقى لك مسقي ويضيع يبقى ناشف، حسن تصيبه مره اخرى. هنا كما شفتوا بديت بالماء، هما الاولين شعلت له الغله يسخن يطيب، يعني باش نمرقو بالماء سخون. وتاني حاجه عملت الطعام في البانيو، وبسبسته بالزيت وفزقته بالماء وخليته تهوى على جنب. هذا من الاولويات، الا لقيتوهم عارفوا راسكم بتوجدوا الكسكسو ديالكم في نص ساعه ولا تيك 40 دقيقه. المهم يكون كسكسو واجد. تبعوا الطريقه ديالي انا ان شاء الله يا ربي ينجح معكم. المهم هنايا الغله شعلت على الجهه الاخرى باش البورمه تكون على يدي. عملت الدجاج ديالي، عملت معاهم البصله، هنا العطريه، يبزار، سكنجبير وخرقوم. المهم نتوما العطريه على حسب البورمه ديالكم شحال فيها، شحال رفد لكم د الماء ود الخضره، فهمتوا كيفاش. المهم هنا غنحرك وغنخلي الدجاج ديالي يتقلاو، وفي نفس الوقت الماء الروه كيطيب والكسكسو كيفزق. هنا غندوز نقي الخضره. بدينا بهذه الكرومبه قسمناها في النص، يعني انا ما كنعملش كرومبه كامله، دائما غير فريع ولا جوج. هنا كنقشر هذيك القريعه كنحكها. المهم طريقه الخضره كلشي كيعرفها. هذا الفيديو هذا الخضر علاش انا شاركته معكم بلي ديطاي كاملين، واقسم بالله الا واحد السيده رغباني نحط لها الكسكسو ديالي. والمهم قلت لاش نهار نصوروا لك بلي ديطاي من البدايه ديالو. وهذا الفيديو هذا في خاطر ديالها ان شاء الله يا ربي تشوفوا ويعجبها، وحتى هي تجربوا ويصدق لها. المهم اخوتي هنا من بعد ما غسلت هذيك الخضره كامله، من بعد ما نقيتها وغسلتها مزيان، الغسله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ما تقنعوش منا. قد ما شللتوا الخضره ديالكم مزيان قد ما كان احسن. المهم نتوما كيفاش تشوفوا الماء تشرب عنم، يعني الماء نقيين. عملتها كامله في ديك الصحفه، خرجت الروبيني، انا ما عنديش الروبيني في الكوزينه. المهم شبعتها ماء، وفي نفس الوقت الدجاج ديالي راهم يتقلاو، يعني يتقلاو مزيان. انا باش نوريكم علاش نقلي الدجاج مزيان، باش فاش نكون نعمل الخضره نحيدهم ونعملهم تقريبا هما الفوقيين، يعني نقي الخضره اللي تحتاج طياب بحال الكرومب، خيزو، اللفت، هذا هما كيحتاجوا الطياب. كنعملهم في القاع، يعني هما الاولى في البرمه، وعاد كنحط عليهم هذيك الدجاج، وكنحط الخضره اللي ما كتحتاجش الطياب، اللي دغيا اطيب، بحال القراع الخضراء، القراع الحمراء، البطاطا. انا عندي العيال الصغارين يحماقوا على البطاطا في الكسكسو، ضروري خصني نقيها لهم. وخا نعمل الخضره كامله، الا ما لقيتش البطاطا يبقاو يقولوا لي خالتي يا خالتي، وولدي حتى هو يبغي البطاطا، هذا علاش نعملهم. هانتوما شفتوا الطريقه ديال الدجاج من بعد ما تقلاو مزيان، يعني حتى دخلهم الطياب باش ما يبقاش فيهم ديك الزفوريه ديالهم ولا يبقاو خضرين ولا شي حاجه. المهم نقليهم مزيان حتى طيح هذيك البصله والدغمر، وهما بحال لا يدخلهم الطياب. هنا عاد كندوز نعمل الخضره كما قلت لكم، نعمل خيزو، الكرومب، اللفت، هما الوالا في البرمه. هنا كنعمل الدجاج، عمل دابا انا الدجاج كنحك جوج قوقات د المطيشه حتى ل3 على حساب اللي بغيتو، على حساب الا بغيتو السقه ديالكم يجي خاطر كتعملوا مطيشه محكوكه. هنا الماء ديالي انتو كتشوفوا الغله يطاب، يعني الروي بالماء سخونين. من الاحسن اي حاجه، لا لا الطنجره ديالكم زعما عاملين فيها شي حاجه، ولا طاجين ولا شما كان عندكم، رووا بالماء طايب يجي لذيذ، والخضره في نفس الوقت تبقى بنينه، ما تبقاش ما تشللش. من تقيل الماء بارد الخضره تجي منشله، وهذه عن تجربه.
المهم هنايا عملت الخضره ديالي كامله، ما كاينش شي وحده تحتاج طياب وحده ما تحتاج طياب، كامله بالكرومب بخيزو باللفت مع القرع الحمراء مع القرع الخضراء، وكل شيء يطيب متساوي. وهانتوما بتشوفوا الفيديو بعيناكم. هاد الطريقه هذه عمليه وتربح فيها الوقت، وما بقاش هذيك الخضره شي طيب شي باقي خضر، شي طايب شي باقي خضر، فهمتوا؟ هنا عامله في البرمه ديالك كامله سيوا غير الدجاج، حيدوه من القاع د البرمه. يعني الا كان عندكم اللحام ولا لحم الراس واخا تخليوه في القاع، ولكن الا كان الدجاج حيدوه من القاع د البرمه وعملوا الخضره اللي تحتاج طياب، وهو هزوه شويه الفوق. المهم انا مضروبه على المسيح، مسحت الفرن ومسحت هذوك الحبيبات د الطعام اللي طاحوا. عملت الطعام يفور التفويره الاولى. هنا نفورو 2 تفويرات، ما نعملش 3، ولكن نخليه يطيب مزيان مزيان، وحتى ملي انفزقو نخليه يفزق مزيان، يعني تا يشرب هذوك الماء. هنا من بعد ما طلقت عليه الطياب مزيان، طاب لي المره الاولى، حيدته حيدته من فوق البرمه، عملت له المليحه كما كتشوفوا، رويته بالماء سخون. يعني الغلي هذاك راه باقي فيه الماء طايب، وما تخافوش منه نهائيا. واخا ترويوه بالماء طايب واخا بالماء بارد، ما يعني فحال ما عندوش شي اشكال ولا بيتعجن ولا شي حاجه، ما تخافوش منه. انتم غتشوفوا كيف انه مفرور حبيبات متساويين، يعني كما نتفاخ معانا كما طاب معانا، يعني ما عندوش شي جانب معجن ولا تخافوا منه ولا شي حاجه. هنا عملت له واحد المعلقه السمن اختياريه اللي كيعجبو السمن. حنا في الدار كاملين كناكلو السمن، يا في الحريره يا في الطعام. المهم ضروري نقي ديك المعلقه وفي نفس الوقت هذيك السمن الحار يرطب الطعام يجيبو رطب. المهم اخوتي، نتمنى من الله تنالوا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا وتفهموني. رانا بغيت نشرح لكم مزيان ونقرب لكم الصوره، ولكن نتمنى من الله نتوما تاني تفهموا. ها نتوما كما تشوفوا الطعام ديالنا حبيبات، ما كاينش شي تعجين ولا شي حاجه. وانتم شفتوني يعني نروه مزيان. وشحال مره انا هاد الطعام د الباكيه الاكثريه نغسلو، نكبو في البانيو، نهرق عليه الماء حتى يعمر البانيو، نهرق عنه داك الماء ونحطو حتى يشرب مع ندهنو بالزيت. الاكثريه. وهنا واحد الحاجه اخرى بغيت نهضر لكم عليها. الطعام ديالكم المره الاولى فاش يكون باقي بارد، واخا تفزقوه في الحاجه د المكه، يعني هو يكون باقي بارد وتكونوا تفزقوه بالماء بارد، ولكن فاش تعاودوه اما عاودوه في صحفه التراب اما في شي حاجه يعني صحيه، ما تبقيوش شي حاجه سخونه وتعملوها في الحاجه د المكه على حساب الصحه وصافي. وانتم كما تشوفوا الخضره ديالنا طابت متساويه، انت بحال البطاطا بحال القرع الحمراء بحال القرع الخضراء، حتى حاجه ما مدهوقه هيثا ولا والخرشف حتى هو عملته، نسيت ما قلت لكمش، حتى العويدات د الخرشف حتى هما يطيبوا نفس الطياب مع الكرنب مع كل شيء. وكان هذا هو الفيديو ديالي، شاركت معكم الطعام ديالي بصحه الفطور ديالكم وبصحه الفطور ديالنا، وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف لكم.